يا صباح السعادة على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفات حلوة جدا جدا علشان رمضان، هتنفعكم وهتديكم فكرة كده لأفكار جديدة. ما تنسوش صلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة انا هعمل معاكم الوصفة اللي انا حاطه لكم منها اول مقطع دي. ظريفة وحلوة حلاوة غير طبيعية. هتعجبكم جدا جدا وبتتعمل في منتهى السهولة، تعمليها في وقت قياسي يعني. أول حاجة أنا عندي هنا ربع كيلو من الفراولة، قطّعتهم أنصاف وحطيت عليهم ربع كيلو من السكر أو ربع كوباية من السكر سوري، ربع كوباية من السكر، وهاحطهم على نار هادية كده لحد ما يبدأوا إن هُم إيه، يتكرملوا بس كده، عايزاهم يسيحوا مع بعض. هاكون جِبت عندي لفة جلاش قطّعتها بالشكل ده، في أي بايركس أو صينية تحطي ربع كوباية من الزبدة، وهتحطي عليها كل كمية الجلاش اللي إحنا عاملينها، فكفكيها بس من بعضها كده، وقطّعيها تقطيع عشوائي وما فيش مشكلة خلّيهم على جنب. هتجيبي بقى حبّتين من البيض تحطي عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، نُص كوباية من السكر، وهتقلبيهم مع بعض لحد بس ما السكر يدوب مع البيض بالشكل ده علشان مش عايزة فيه حبيبات. بعد كده هاضيف عندي هنا علبة زبادي صغيرة، قلبيهم مع بعض، عايزاه برضه الزبادي ما يكونش فيه تكتلات، ولو ممكن تضربيهم في الخلاط ما فيش مشكلة. عندي نُص كوباية من الزبدة على زيت، يعني ممكن تستخدمي ربع كوباية زبدة على ربع كوباية زيت. عندِك هنا ربع كوباية من الحليب، حليب عادي مش دافي ولا بارد. هاحط عليهم كمان 3 معالق كبيرة من الكاسترد. ممكن تضيفي نشا ما فيش مشكلة، لو مش متوفر عندِك كاسترد ما فيش مشكلة، ضيفي نشا. بعد كده هاخد الخليط الجميل بقى ده كله واحطه على الجلاش بتاعي، هاغرقه كده بالجلاش، وبعد كده طبعًا أنا ما حطيتش إيه، أي مادة دهنية غير في قاع الصينية بس في الجلاش والباقي في الخلطة. أغطي كده الجلاش عندي بالخلطة اللي أنا عملتها دي كويس، وهاجيب الفراولة اللي هي كانت على النار وهي سخنة عادي ما فيش مشكلة، ولو باردة ما فيش مشكلة برضه. ولو مش عايزة تعملي خطوة الفراولة حطي مربى ما فيش مشكلة. كان عندي كده أنصاف بقى من الفراولة كده اختياري، أنا المفروض يعني بُصّوا هي الأحلى تتحط وهي عاملة زي المربى، بيبقى طعمها أحلى مما تتحط فريش كمان. دخّلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، تاخد لون دهبي من الحروف كده، ابدئي شغّلي لها الشواية هتلاقيها بقت جميلة جدًا، جدًا. أمّا تخرج من الفرن تقدري تلمّعيها بسيرب، أنا ما حطيتلهاش سكر تاني ولا أي حاجة ولا شربات، لمّعيها بسيرب بس كده تطلع معاكِ تحفة خطيرة وحلوة جدًا، طعمها هيعجبكم أوي، مختلفة، مزازة الفراولة مع تسكيرة الكاسترد عايزة أقول لكم خطيرة، لو جربتوها تعجبكم جدًا، وكمان الجلاش مقرمش من تحت. دلوقتي بقى هنعمل وصفة للسحور برضه من الوصفات الحلوة أوي السريعة، يعني أنا على طول باعملها برضه في السحور أو في الفطار عادي في الأيام العادية. عندِك كده معلقة زبدة حطي عليها مكعبات أو slice من الطماطم، وخلّيها كده إيه تتشوح أو يعني إيه تطرى معانا، نقلّبها كده من وقت للتاني وممكن تغطّيها ما فيش مشكلة. ممكن تتبّليها بس شوية ملح وفلفل علشان يبقى ليها طعم، ممكن تحطّي فلفل حار أو فلفل رومي أو ألوان زي ما أنتِ عايزة، أو ممكن تحطّي معلقة من هريسة الشطة اللي إحنا كنا عاملينها ونزّلتها لكم في فيديو قبل كده. غطّيها بس كده وعلى نار هادية تتسبّك شوية، وبعد كده جيبي باقي حبّتين من البيض وحطّي عليهم ملح وفلفل، وابدئي إن أنتِ حطّيهم فوق الطماطم بالشكل ده. رشّة بسيطة من البقدونس، وممكن بقى إيه تحطّي عليها شوية جبنة موتزاريلا لو يعني في، ما فيش مشكلة، أو جبنة رومي زي ما أنتِ عايزة، نغطّيها على نار هادية الجبنة تسيح وخلاص كده بقت جميلة جدًا. أنا باحب أعملها على ساندوتشات بتاعة عارفين حتّة العيش اللي في إيدي دي بتاعة خبز الكماج اللي أنا كنت عاملاه لكم منزّلاه لكم، خطيرة يا بنات، طعمها تحفة في الساندوتشات وكل حاجة. الوصفة اللي بعد كده علشان أنا باتكلم بسرعة معلش علشان إيه، ما تتضايقوش إن الفيديو طويل. عندي هنا نُص كيلو من صدور الفراخ هاحطه في الكبة وقطّعيه وهو متجمد علشان يبقى إيه، أمّا نيجي نفرمه ما يسيحش أوي معانا، يبقى متماسك. حطّي فلفل وبصل زي ما أنتِ عايزة، الكمية اللي أنتِ عايزاها، وحطّي معلقة من هريسة الشطة، وحطّي ب ملح وفلفل، بابريكا وبهارات فراخ، بس كده، أو بهارات شاورما زي ما أنتِ عايزة، هتفرميهم في الكبة كلّهم مع بعض. الضرب الكتير بيخلّي اللحوم زي تسيح كده معانا، علشان كده باقول لِك خلّيها شوية تكون متجمدة، هتلاقيها بقى متماسكة معاكِ. علشان بقى ما نضاعف الكمية شوية، حطيت نُص كوباية من الدقيق، ممكن تضيفي بقسماط زي ما أنتِ عايزة اللي متوفر عندِك، أو رغيف فينو باقي متبقي معاكِ ما فيش مشكلة. هتاخدي بقى الكفتة دي تصبّعيها صوابع بالشكل ده، أو تحطيها في أعواد شيش أو زي ما أنتِ عايزة، صبّعيها بالطريقة اللي أنتِ عايزاها. حطيها بقى في طاسة تكون سخنة جدًا فيها مسحة زيت كده أو معلقة زيت، وابدئي إن أنتِ خلّيهم ياخدوا صدمة مع بعض لحد ما يستووا، وبعد كده ابدئي بقى إن أنتِ حطّي كلّه في الطاسة، قلّبيهم تقليبتين ودخّنيهم بفحمية كده علشان ياخدوا طعم الشِّوى. هتطلع معاكِ خطيرة وسريعة، كفتة فراخ منقذة في الأزمات. أنا ما بالاقيش إلا الوصفة دي أعملها، ألاقيها كده سريعة وسهلة ما بتاخدش وقت خالص، تعمليها جنب مكرونة
مكرونة، تعمليها جنب ساندوتشات، سلطة وطحينة، رز، بسمتي، زي ما أنتِ عايزة اعمليها زي ما أنتِ عايزة، وقدّميها بالطريقة اللي تحبيها، بجد من ألذ الوصفات اللي هتجربوها. ودي كانت الوصفة اللي بعد كده. الوصفة دي برضه من الوصفات اللي هي مش هنستغنى عنها أبدًا في رمضان، الكفتة، خطيرة يا بنات، طعمها تحفة ومش هتفُك أبدًا منِّك. الفيديو ده قديم بس حبيت إن أنا أفكّرِك بالوصفة دي سريعًا كده، لو مش عايزين أو حافظين الفيديو أو عارفينه بيتعمل إزاي، تخطّي المقطع ده ما فيش أي مشكلة خالص، بس هي طعمها تحفة يا بنات، لازم تجرّبوها بالطريقة دي. الطريقة دي أنا ما باغيّرش فيها أو ما باغيّرش طريقة الكفتة، ليه؟ لإن هي دي الطريقة الوحيدة بعد تجارب كتير اللي نفعت معايا وحسّيت إن هي آمم juicy جدًا من جوّه، وكمان ما بتفُكِّش، وكمان بتطلع متماسكة وما بتكشِّش. عندنا هنا كيلو إلّا ربع من اللحمة المفرومة، مفرومة وشّين، يعني مفرومة ناعم. هتبدئي إن أنتِ تحطّي عليهم بصلاية متوسطة تكون مبشورة. ابدئي بقى إن أنتِ صفّيها من المَيّة وخلّي المَيّة عشان هنحتاجها. حطّي معلقتين كبار من البقدونس المفروم، اللي هو أوراق بس مش هناخد فيها معاه عيدان. هاحط كمان معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق، ودول هيعملوا عرق في الكفتة لمّا نيجي نطحنها مع بعضها. ما تنسيش تحطي نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تخلّي الكفتة ما تكشش معانا وتنفش كده. حطي بقى تبّلي معلقة كبيرة من بهارات الكفتة، رشة بسيطة من الحبهان، بشرة جوزة الطيب، واللي عايز يقول حرام ما يحطش. ممكن برضه نحط عندنا معلقة كبيرة من بهارات اللحمة أو من بهارات الكفتة أو كيس جاهز من برّه، ما فيش أي مشكلة. حطيت كده كمان ملح، ضبّطي الملح بتاعِك، حطيتِ معلقة صغيرة أو نُص معلقة صغيرة، على حسب ما أنتِ بتحبي. قلّبي كلّه مع بعضه كويس جدًا لحد ما تحسي إن كل الكفتة بقت أو كل العجينة، كل المكونات بقت عجينة. ممكن تاخديهم لفة بقى كده في الكبة هتطلع معاكِ أحسن. المفروض نحط مع الكفتة بوش أو دهون حيواني، علشان يبقى فيها مثلًا إيه 25% دهون كده علشان ما تكشش معانا، وكمان عشان يبقى طعمها حلو. فليّة أو دهون حيواني زي ما أنتِ عايزة، ما عندكيش حطي معلقة كده أو معلقتين كبار من السمنة، علشان اللحمة عندي ما كانتش فيها دهون كفاية، فأنا حطيت لها سمنة علشان تبقى فيها دهون ودسم، وفي نفس الوقت ما تكشش معايا وتخلّي طعمها حلو. لو حطيتِ سمنة بلدي هتخلّي طعمها تحفة، خطيرة يا بنات. هتقلّبي كلّه مع بعضه، هتلاحظي بقى بُصّي الكفتة تحسيها عاملة زي قطعة العجينة فيها عرق كمان. بُصّوا بامسك القطعة كده أشدّها تحسّي إن هي فيها عرق وفيها نسيج من جوّه، ده اللي بيخلّيها ما تفُكِّش معاكِ. كده بقت جاهزة معاكِ. لو سايبة أكتر من كده حُطّيها في التلاجة لحد ما تسقع تمامًا، وبعد كده ابدئي إن أنتِ تشكّليها. هتسهّل عليكِ كل التشكيل. مَيّة البصل اللي إحنا صفّيناها من البصل نحُط عليها معلقة كاتشب ومعلقة زيت، وممكن تحُطّي معلقة صويا صوص أو دبس الرمان، ده هيدّيكِ لون كويس جدًا للكفتة. بتجيبي صينية بتحُطّي فيها معلقة سمنة أو زبدة أو زيت زي ما أنتِ عايزة، وتصبّعي الكفتة بتاعتِك على أعواد شيش أو على سيخ أو على معلقة، شوكة. عايزة ما تحطّيش فيها فجوات أو مش عايزة تعملي فيها فتحة من جوّه، ما تعمليهاش، اعمليها صوابع عادية، ما فيش أي مشكلة خالص. زي ما تحبّي، زي ما يريّحِك، زي ما متوفّر زي ما متوفّر عندِك. عندنا ما فيش أي إجبار في المطبخ، اللي متوفّر عندِك واللي مش متوفّر شيليه. المهم من دلوقتي إحنا هنصبّعها خلاص. وعندي بقى بُصّوا، أهم حاجة بقى إن إحنا مَيّة الكفتة اللي إحنا بنبِل بيها إيدينا وإحنا بنصبّع ما نرميهاش، اللي يتبقى معاكِ ادهني بيه الوش ودخّليها الفرن على أعلى درجة حرارة في الرف اللي في النُص، الفرن شغّال من فوق ومن تحت. أنا باخلّي الفرن شغّال من فوق ومن تحت علشان تتشوي في الوقت اللي هي تتحمّر فيه من تحت. ليه بقى؟ لإن الكفتة ما تقعدش كتير في الفرن علشان ما تأستكش معاكِ، يعني تكون juicy من جوّه. دخّليها في فحماية، يعني فحماية متولّعة، حُطّي عليها نقطتين زيت أو سمنة من اللي طلعت من الكفتة، وخلّيها تاخد طعم الشوي بتطلع خطيرة. اللي بيقول الطريقة دي أو الفكرة دي أو يعني الفحماية دي غلط وبتسبب أمراض وكده، استغنوا عنها ما فيش مشكلة. هابدأ بقى إن أنا إيه، بُصّوا هاعملها كده، هاقلّبها في الصوص اللي نازل في الصينية ده، وعلى شوية بقدونس وقدّميها بقى وهي سخنة خطيرة، مش محتاجة غير شوية سلطة جنبها. أو لو هتعملي بقى جنبها أي حاجة تانية، صينية جلاش الخطيرة بتاعتنا اللي إحنا مشهورين بيها. هتلاقوا وصفات كتيرة للجلاش على القناة، تقدري تعملي أي صينية بالجبن أو بوريك، أو تعملي مكرونة، رز، بسمتي، زي ما أنتِ عايزة. قدّميها مع سلطات، ساندوتشات، يعني زي اختياراتِك، زي ما أنتِ عايزة. أنا باحاول بس إيه، أدّي لِك فكرة كده وإحنا بندردش كده مع بعض وإحنا عاملين الوصفة. تعالوا بقى نشوفها من جوّه شكلها عامل إزاي. بُصّوا بقى هتلاقوها بقى من جوّه إيه، مفرّغة، juicy، فيها صوص كده من جوّه، مش ناشفة، مش مأستكة، ما كشّتش معانا، خطيرة يا بنات، جرّبوها. تعالوا بقى نعمل الوصفة دي برضه من الحاجات الجميلة جدًا اللي بتبقى بتكفّي كمية كبيرة وما تشبعيش منها في رمضان.
أمّا بتبقي اتضايقتِ كده من الكنافة والقطايف والحاجات دي، اعملي الوصفة دي، 3 بيضات والسكر وحطي والزيت والفانيليا واضربيهم في الخلاط، وبعد كده انخلي كوباية ونُص من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، قلّبيهم مع بعض وتكوني ضربتِ الباقيين في الخلاط 5 دقايق كده لحد ما كلّه اختلط مع بعضه، وقلّبي كلّه مع بعضه، خليط الكيك ده بيطلع تحفة، يعني حتى لو مش عايزة تعمليها بنفس الطريقة اعملي الكيك ده، هتدخّليه الفرن 180 25 دقيقة، وطبعًا الصينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق. أول ما تخرج من الفرن خلّيها تبرد، وبعد كده اسقيها كوباية حليب برضه تكون باردة مش سخنة ولا حاجة، لحد بقى ما تشرب شوية وتهدى تكوني حضّرتِ 3 أكواب من الحليب، حطّي عليهم 4 معالق من الدقيق و4 معالق من النشا وكوباية إلا ربع من السكر، علشان نعمل كريمة سريعة واقتصادية. مش عايزة تعملي كل الخليط ده وتحطّي طبعًا عليها فانيليا، مش عايزة تعملي كل الخليط ده اعملي كريم شانتيه ما فيش مشكلة، هاحط 50 جرام من الزبدة وهاقلّب، الكريمة دي طعمها أحلى بكتير من الكريم شانتيه، خطيرة. هتحطيها في طبق وتخلّيها تبرد، وبعد كده تكوني جهّزتِ بقى أي فاكهة موجودة عندِك، يعني الفيديو ده أصلًا كنت أنا منزّلاه قبل كده، فكان وقت المشمش وقطّعت مشمش وتفاح وكيوي، يعني حبّة واحدة من كل نوع ما فيش مشكلة، ممكن تقطّعي أنتِ فراولة وتعمليها بالفراولة ما فيش أي مشكلة خالص، تطلع معاكِ خطيرة. المهم قطّعي ممكن تعمليها فراولة وموز، قطّعي الفاكهة وخلّيها على جنب، وتجيبي بقى الكريمة حُطّي عليها باكت من الكريم شانتيه وقلّبيهم مع بعض كده. دي بقى الكريمة دي تنفع في كاسات وتنفع يعني ممكن تعملي منها تحليات باردة ممكن تغلّفي بيها كيك تحطّيها عليها أي topping على كيك، تحطّيها مع بسكوت زي ما أنتِ عايزة، حطّيها برضه مع الكنافة، احشي بيها أي حاجة على البارد تحفة، تحفة يا بنات. هتحطّي الكريمة وتحطّي عليها أي فاكهة موجودة عندِك. أنا عايزة أقول لكم خطيرة، طعمها تحفة وما بتستناش بجد إن هي تبرد ولا يعني مش بتستنوا إن هي تقعد في التلاجة مثلًا تريّح كده وتسقع، لأ هي أصلًا بتتخطف، زيّنيها زي ما أنتِ عايزة بالفاكهة وقدّميها للولاد بالهنا والشفا. أنا كده خلّصت الفيديوهات بتاعة النهارده، يا ريت ما تبخليش عليَّ بلايك علشان والله يعني ريتش الصفحة واقع. ما تنسوش تصلّوا على النبي كمان في التعليقات وقولوا لي رأيكم في الوصفات ونفسكم في وصفات إيه الفترة الجاية نعملها مع بعض، وإن شاء الله الفيديوهات تعملوها وتنال رضاكم، ويا رب ما أكونش تقيلة على قلوبكم وما أكونش رغيت كتير وأشوفكم على خير، باي باي.